السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم على قناتي إبداعات ندى. كل عام وحضراتكم بخير. النهاردة إن شاء الله هنقدم في فوانيس رمضان، هنعملها بثلاث أشكال. هنحتاج ليها كل اللي هنحتاجه بس الورق الملون كده، يعني مش هنحتاج أي حاجة ولا مكلف ولا أي شيء. طيب الطريقة الأولى أنا عملتها معاكم على القناة اللي هي بالشكل ده، اللي أنا عملتها بالورق المجلات أو ورق الكتب. دي طريقة أهي، بطريقه هسيب لكم الرابط بتاع الطريقه دي في صندوق الوصف، ماشي؟ يبقى الطريقه دي اول طريقه. انا مش هضيع وقتكم بقى، هنعمل الطريقتين التانيين والطريقه دي في صندوق الوصف. نبدا بسم الله. اول طريقه عندي بسيطه قوي اللي هي الطريقه التقليديه خالص. الميزه في الطريقه دي ان اطفالك ممكن يعملوها بنفسهم، ما فيهاش اي خطوره عليهم، لان هم ممكن يستخدموا، يعني انت لو انت هتساعديهم او هتعملي معاهم تستخدمي المقص الكبير العادي، انما لو هم هيشتغلوا هم بنفسهم ممكن يستخدموا المقص ده. المقص ده بيقص ورق. خليني اوريكم اللي بيقص الورق. لو انا عايزه استخدمه للاطفال لو بيبقى حاجه امنه، شايفين هو بيقص زي ما انتم شايفين اهو اهو، بيقص الورق بكل بساطه ومأمن جدا للاطفال. هو كله بلاستيك، مفيش اي معدن خالص، يعني مش بيعور ولا اي شيء. يعني لو انا عملت كده اهو ما بيعورش، ممكن تجيبوا لاطفالكم وتخلوهم يشتغلوا. وممكن بدل ما نستخدم الدباسه في التدبيس ممكن تجيبوا لهم الجلو او اللزق ده، فده امن برضه يستخدموه، مفيش اي مشكله. يبقى انا كده جبت لكم البدايل عشان الاطفال هم يشتغلوا بنفسهم وتعيشوهم جو رمضان كده ويفرحوا، لان هم بيعملوا الزينه بنفسهم. يلا نبتدي بقى الطريقه بتاعتنا. اول طريقه خالص اللي هي الطريقه التقليديه، احنا كلنا عارفينها طبعا. هي عباره عن ايه؟ انا بجيب دلوقتي عندي الورقه كده واحطها اتنين اهو، خلاص. وباجي هقص الاول الايد اللي انا همسك منها، بديها افصلها الاول كده، وبعدين هاجي اعمل ايه؟ هاجي من هنا كده وابتدي اقص كده، موصلهاش للاخر. طبعا انا بقدم لكم الطريقه البسيطه دي ليه؟ عشان لو انت عايزه تعملي فوق زينه كده تزيني بيها مدخل البيت او في الاوضه بتاعت الاطفال، مش هتعملي طرق معقده او طرق تاخد منك وقت طويل، هتبقي محتاجه لانك هتعملي اكتر من واحد، فهتعملي فوق. فالطريقه دي بسيطه قوي انك تعملي منها بقى. ممكن تعملي الفرع ما ياخدش منك انت والاولاد، مش هتكملوا نص ساعه وهتزينوا كل الاوضه. انما لو انت عايزه تعملي حاجه بقى فيها شغل وتزينيها في المدخل او كده، ممكن تعملي بقى اللي هو فيه شغل ده شويه. طيب بعد كده بعد ما قصيناه هنجي هنا ونلفه كده بكل بساطه كده بالشكل ده. ممكن بقى تلبسيه وممكن تلزقيه زي ما تحبي. انا ممكن الزقه معاكم عشان يبقى الطريقه بسيطه عشان الاولاد عشان لو يتفرجوا معاكم يحبوا ينفذوا ولا حاجه. باللاصق كده بيقولوا ده آمن جدا اهو. وتاني بقى كده بالشكل ده، هفتك عليه كده عشان يلزق معايا. خلاص اهو لزق، بيلزق بسرعة جدا مبياخدش معايا وقت. وهركب لها الايد. والله حابة تعملي لها الايد من نفس الشكل كده مفيش مشكلة. حابة تعملي لها الايد بتاع الفانوس بواحد تاني برضه مفيش مشكلة، يعني زي ما تحبي. احنا ممكن نعمل حاجة حلوة اوي دلوقتي. ممكن نعمل ممكن نلزق ده كده اهو، نلزقه كده كده. انا عملته بلون مختلف، ممكن اعمل فيه ممكن اعمل فيه شكل تاني، ان انا ممكن اجي بنفس اللون اللي انا عملت بيه من فوق من هنا دي،
بيديني منظر. ولو احنا عندنا المقص اللي بيقطع لي الورق مشوشه شويه او في زجزاج كده هيبقى حلو قوي برضه. شايفين انا قطعت دي، هنعملها كده بالجلو. دي بقى انا بديكوا افكار وانتوا بقى بتبدعوا طبعا وبتطلعوا حاجات احلى من كده بكتير اهو. ونيجي بقى تحت كده ونزينها بالشكل ده كده اهو. ايه رايكم؟ عايزه بقى تحطي عليه جروب نجوم، تقصقصي بقى اي شكل وتلزقيه عليه من فوق مفيش مشكله. دي الطريقه البسيطه. لو هتعملي فوق بقى تجيبي بقى عندك اي حبل او شريط ستان وتعلقي فيه كذا واحد وتعلقيهم بقى في الاوضه عند الاولاد او كده، بيدي منظر جميل قوي. دي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه سهله جدا برضه، هعملها برضه بنفس الورق. الفانوس بقى الطريقه الثانيه اللي انا هعمله بيها بسيط جدا برضه. هحتاج فيه الورق بس هنحتاج لونين عشان يبقى شكله جميل معانا. بنيجي مثلا ورقه زي دي كده وهنلزقها، هنعملها اسطوانه كده ونلزقها في بعض. انا هجيب عندي الجلو كده عشان الزقها كده بقينا. ايوه الحجم ده مع اول كده. ونجيب بقى لون تاني، اي لون تاني ده، وهنقصها بشكل طولي. انا بس هجيب استعين بورقه عندي او كتاب او اي حاجه عشان اقص عليه. هوريكم فكره حلوه قوي بدل ما اقص شرايط والزقها من هنا ومن هنا وتغلبني. هقول لكم فكره حلوه قوي. هنيجي بالمسطره عندنا كده ونيجي بقطر افضل من السكينه ونعمل نسيب جزء بس اللي هنلزق منه حته صغيره من فوق، ونعمل ايه، نقطع كده نسيب لحد قبل الاخر بحاجه بسيطه يعني. شايفين اهو. انا مش هقطع للاخر يا جماعه زي ما قلت، هسيب حته من فوق وحته من تحت وهكذا كل الورقه عندي اهو. دي هتسهل عليا قوي وهتديني الشكل جميل. المسطرة والقطر هيسهلوا عليا كتير. دي بقى انتم ممكن تساعدوا الاطفال فيها عشان ما يتعوروش وما يقيسوش نفسهم. لو هم مصممين يعملوا خلوهم يقصوها بقى بالمقص اللي انا قلت لكم عليه اللي هو اللي بيقطع الورق ده، ويرجعوا يلزقوه بقى بالجلو تاني يعني باللاصق. بلاش بقى حكايه ان هم يعملوا بالطريقه دي، لو هم اللي هيعملوها يعني اهو. الفكره هتوصل لكم دلوقتي انا عايزه اعمل ايه، بس هطلع لكم فانوس شكله جميل وحلو قوي برضه. لو انت عايزه تعلقيه بقى هيبقى حلو قوي. خلصت. شايفين هو هنا كده عامل ازاي. هنيجي بقى على الفانوس بتاعي اللي اول الاسطوانه تحت اللي انا عملتها، وهبتدي الزق ده او ادبسه. خلينا نلزقه عشان يبقى كل شغلنا باللاصق كده. هاجي تحت واعمل نفس الشيء اللي انا عملته هنا، واعمل نفس اللي انا عملته فوق.
احط له ايه اي شريط من فوق واعمل له الايد بتاعته. يعني ممكن اعمل له الشريط من فوق كده اهو. نيجي بقى ممكن نعمل له اي شريط من فوق كده يديله منظر كده. بالشكل ده. هتعملي له بقى الايد بتاعته. هنعمل له الايد بتاعته بالشكل ده كده. ده الحجم الكبير لو انا عايزه اعمل حجم كبير، وده الحجم الصغير اهو. وده اللي انا عملته في الاول اهو، كده انا عملت الشكل في الاول. وده اللي عملناه قبل كده قلتلكوا الرابط بتاعه في صندوق الوصف. وكل عام وانتم حضراتكم بخير، وتفتكروا بقى واعملوا حاجات كتير ونوعوا بقى واعملوا اللي على ذوقكم. واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني على قناه ابداعات ندى. وما تنسوش تتابعونا على قناه التانية بيت ابن جمالك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.